بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صباحكم بقى أمل بقى ونشاط إن شاء الله. هبدأ معاكم في نوع من الفيديوهات اللي هو الروتين بتاع التنظيف، يا رب يعجبكم كده و فإن شاء الله إن شاء الله يبقى كله شجاعة كده ونشجع بعض، انتوا تشجعوني وأنا أشجعكم. أنا هنا هقول لكم الروتين بتاعي بيبقى ازاي وبنظم تنظيفي للشقة ازاي. أنا عامةً يعني مش باعمل الشقة أو مش باعمل تنضيف عميق للشقة كل يوم، ده الطبيعي، فباخد حتة حتة كل يوم، يعني باخد مثلًا النهارده أوضة النوم هاعملها معاكم، هابدأ بيها النهارده وهكذا كل يوم حاجة، مع اللي هو الروتين بقى اليومي اللي هو مثلًا زي مثلًا إن انتِ تعملي الأكل وتغسلي المواعين وتنضفي المكان اللي انتم بتقعدوا فيه على طول، الترابيزات مثلًا تتمسح بتاع مكان الأكل، مكان الأكل يتكنس، وبامشّي إيدي برضه على الشقة كلّها يوميًا يعني، بس توضيب بقى كده، يعني مثلًا السرير يتوضّب عادي، لو في حاجة على الأرض تتشال، اللي هي الحاجات العادية. أمّا الروتين الجامد بقى بيبقى كل حاجة يوم، عشان طبعًا ما ترهقيش نفسِك، ما ينفعش تعملي النهارده هاغيّر فِرَش السراير كلّها، أنا النهارده عندي كذا كلّه، النهارده هانفّض الخشب كلّه، كده بترهقي نفسِك أكتر، فأمّا تاخديها واحدة واحدة بيبقى أسهل وكمان بتنضّفي أحسن. لإن بتبقى مدية كل طاقتِك مثلًا النهارده للأوضة دي، فأكيد هتطلّعيها أحسن حاجة عندِك. أول حاجة باعملها طبعًا لمّا باقوم الصبح إن شاء الله كده، طبعًا مع الصلاة، أهم حاجة الصلاة طبعًا بيخلّيكِ ترتاحي كده، يعني لازم تاخدي نَفَس كده الصبح، وبعد كده باودّي بنوتي المدرسة لو ما عندكيش برضه الصبح برضه ليه ريحة كده حلوة، بتفتحي كل الشبابيك بتاعتِك، وبابدأ طبعًا بافتح كل الدنيا وتشغّلي بقى القرآن بتاعِك كده على صوت القرآن، وتبدئي بقى إن شاء الله تنضّفي. وعندِك بقى عندي زرع فباسقيه أول حاجة كده، طبعًا دي حاجة كده أساسية، باسقيه، وعندي اللي هي البخاخة كده عاملاها له، باسقي برضه طبعًا أنا موعودة كل ما أسجل فيديو الساعة تبدأ ترن. المهم بعد كده قُلت لكم على البخاخة دي، ب باعمل بيها ورق الزرع كده عشان يبقى لونه كده أخضر وجميل وما يبقاش مطرّب، لإن هو مهما تسقي الزرعية هو الورق نفسه بيطرّب، فأنا عاملة البخاخة دي في جنب كده في الأوضة عشان تشجعني على طول إن أنا أطبخ. وأي بقى ورق اللي هو بيصفر كده، لإن هي الورق اللي هي الشجرة دي بتجدد ورق على طول، فاللي بيصفر كده باحاول أقطعه وأنضفه. والزرعية اللي في النُص دي كانت بتاعة نعناع بس دِبِل كده وجَف، ف فإن شاء الله أنا عندي أمل إن شاء الله على الشتا إن شاء الله تبدأ تطلّع تاني، فبافضل أسقيها برضه، هي بتبدأ ترجع تطلّع وتخضر تاني. وزي ما أنتم شايفين كده البلكونة مطرّبة، بابدأ أول حاجة بيها من برّه لجوّه، يعني في التنضيف بنبدأ من برّه لجوّه عشان التراب وكده. طبعًا بامسكه بقى أنضّفه، بانضّف الترابيزين برضه اللي تحت كلّها، كل ده باقوم رايحة ماسكاه كنساه اللي هو بالبتاعة دي، مش عارفة اسمها إيه، مقشّة دي صغنّنة دي والّا إيه، برضه البيبان بتاعة البلكونة بامسكها أعملها بيها، والباب ده برضه كده من جوّه، كلّه بامسكه بقى أنضّفه من التراب. بس خلّصنا البلكونة بنبدأ بقى نخش في الأوضة زي ما أنتم شايفين منظرها، يعني اللي عنده أطفال هيعرف، يعني ما فيش حاجة بتبقى في الدرج، ما فيش حاجة بتبقى على التسريحة، ما فيش حاجة بتبقى في مكانها، فالله المستعان، يعني ربنا يخليهم ويبارك فيهم ويوسّخ وإحنا نروّق. طبعًا عندي حتّة في الإزاز ده مكسور، في التسريحة مكسور، لوحدها كده يعني اتفلقت كده لوحدها. المهم بس بتمسكي بقى تنضفي بقى التسريحة، تشيلي كل اللي عليها تفضيها خالص، طبعًا اللي عنده أطفال ما يسيبش أي حاجة خالص في أي حتة، وبامسكها أفضيها وأقوم جايبة بقى اللي هو الحتة أو الحتت اللي أنتِ بتمسحي بيها مع مثلًا أنا عندي اللي هو الديتول بابقى حاطاه كده في بتاع بامسح بيه كل اللي هو الإزاز والحاجات دي والخشب بحتة ناشفة كده، باشيل كل التراب وباقوم ماسحاه، وبعد كده باقوم شايلة فرشة السرير وبامسح السرير كله بعد ما أشيل الفرشة اللي هو الخشب بتاع اللي حواليه، وبعد كده باغيّر فرشة السرير. والفرشة اللي أنا باغيّرها على طول أول لمّا باشيلها من على السرير باقوم رايحة حاطاها على طول في الغسالة عشان ما تعملكيش كركبة برضه في سبت الغسيل، على طول باقوم رايحة غاسلاها عشان ما تعمليش يعني زحمة كده في الغسيل ويبقى أحس إن عندي غسيل كتير. باغيّرها واحط فرشة بقى نضيفة، وبعد كده برضه اللي هو الكومودينو اللي جنبها برضه باقوم ماسكاه
برضه بحتة كده واقوم ماسحاه وموضباه زي ما انتوا شايفين كده، و واقوم برضه ماسحة الدولاب برضه بحتة كده، برضه انفض كل التراب. المهم مخليش حتة بقى في الأوضة الا لما تكوني منفضة التراب بتاعها ومخليها تمام. طبعا الكرسي الموعود بتاع الهدوم بتاع التسريحة ده بمسكه طبعا انضفه افضيه من الهدوم، واقوم برضه رايحة برضه ماسكاه منفضاه من التراب. هيبقى عندي الأرضية، ببدأ بقى أشيل كل الحاجة اللي أنا محتاجاها من الأرضية، بقى موقعين توك موقعين أي حاجة، بشيل الحاجة اللي هما محتاجينها وأقوم رايحة كنساها. ممكن كمان تمسحيها أو قبل ما أكنسها بقوم كنسة البلكونة من جوه، يعني طبعا ببقى منفضة البلكونة من فوق كده بس لسه ما كنستهاش، فبسيبها كنوسة لما بخلص الأوضة. كنستها اهو، واقوم رايحة كنسة برضو الأوضة. والباسكت لو عندك باسكت برضو بننضفه ونشيل اللي فيه ونحطه مكانه. طبعا انا بعد ما بخلص دي بيبقى لو عندي هدوم على طول، عندي كده هدوم خروج، ببقى ما بخرجش كتير، بقى مرة مثلا في الأسبوع باخد الطقم بتاعه وبقوم رايحة غسلاه. بس يعني دي كده عاملة روتين كده، هو حاجات مكررة. حتى طبعا هنا الرز في الأوضة بسبب حفصة بنتي، عشان بيسيبوش في مكانه. المهم لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان اعمل لكم روتينات تانية في باقي الشقة. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.